انتي بيظهر لك تحت الجلد في وشك شعيرات دموية بتكون بارزة وواضحة، او جلدك بيحمر بسرعة قوي لو تعرضتي للشمس او تعرضتي للحرارة، او مثلا اكلتي حاجة سخنة او اكلتي حاجة فيها شطة بشكل مبالغ فيه. انا عايزة اقولك النهاردة ايه اسباب ده، ليه الشعيرات الدموية اللي في وشك بقت واضحة قوي كده وباينة تحت الجلد. في كذا سبب. خلينا نبدأ بالاسباب اللي هي قد تكون مش متوقعة يعني بالنسبة لك. لو انت بتستخدمي كريمات كورتيزون زي الكريمات اللي هي في الوصفة الثلاثية بتاعة التفتيح المنتشرة جدا بين البنات، بيبقى فيها من ضمنهم هما 3 كريمات، من ضمنهم كريم فيه كورتيزون. اي كريم فيه كورتيزون بيخلي الجلد مع الوقت رقيق، فلما الجلد يبقى رقيق بتبقى شعيرات الدموية اللي تحت الجلد واضحة وباينة قوي. تاني حاجة، لو انتي مش بتحطي صن بلوك، وعلى فكرة صن بلوك بيتحط سواء هنخرج من البيت او حتى في البيت، لان الشاشات التلفزيون التليفونات اللابتوب كل دي حاجات بتطلع ضوء ازرق. الضوء الازرق ده بالظبط مضر زي ال الشمس. تالت حاجة، ممكن تكوني انتي حامل او بتاخدي حبوب منع الحمل. الحالتين دول بيبقى الاستروجين عالي في الجسم، والاستروجين لما بيعلى الشعيرات الدموية بتوسع، بالتالي برضو بتبقى واضحة تحت الجلد. بس غالبا الحالة دي بتتحسن بعد الولادة او لو وقفتي حبوب منع الحمل. حالة كمان مؤقتة، لو انتي عندك دور برد شديد قوي فبتعطسي وتكحي بشدة يعني، بيبتدي الشعيرات الدموية اللي تحت الجلد تنفجر، فبالتالي تلاقي انه وشك محمر قوي او باين في شعيرات دموية تحت الجلد. بس دي حالة بتختفي بعد ايام من دور البرد اللي عندك ده، بتختفي يعني. في بقى حاجة اخيرة، حالة جلدية اسمها الوردية. الوردية مش معروف سببها الحقيقي، يعني في كذا كذا سبب. في السبب نقدر نقول ان هو ده السبب تحديدا يعني، بس هو غالبا ببساطة كده بيبقى جسمك حساس زيادة عن اللزوم للمؤثرات الخارجية، اللي هي الشمس، الحرارة، المواد الكيميائية، السكراب الجامد للجلد. اي حاجة تأثر على جلدك بيبقى رد فعل جلدك ان هو يعني رد فعل مبالغ فيه، فبيبتدي جلدك يحمر زيادة عن اللزوم. غالبا بتبقى ظاهرة الوردية دي بتكون عند الناس اللي بشرتهم فاتحة، بشرتهم بيضة اكتر من الناس الخمريين يعني. طيب ايا كان بقى هو السبب ايه، احنا عايزين نعرف نعالج المشكلة ازاي. اول حاجة لازم نعدل سلوكياتنا، في حاجات ما ينفعش نعملها. يعني مثلا نبتدي بالصن بلوك، لازم نحط صن بلوك ونختار صن بلوك فيزيائي. احنا قلنا ان احنا مش عايزين نعرض وشنا لأي حاجة تهيج الجلد، فمن ضمن الحاجات اللي بتهيج الجلد المواد الكيميائية الموجودة في الكريمات زي العطور زي الكحول. فلما هنختار كريمات نختار ما فيهاش لا عطور ولا كحول، ونستخدم كمان سوري صن بلوك يكون فيزيائي. فيزيائي يعني فيه زنك اوكسايد او تيتانيوم دايوكسايد. بلاش الصن بلوك اللي فيه مواد كيميائية. طيب خلاص، هنحط صن بلوك سواء خارجين او في البيت كل يوم الصبح، ومش هنستخدم اي كريمات فيها عطور او كحول. حاجة كمان، ممكن البنات لما تحس تهيج في بشرتها تحط مكعبات تلج، بس دي حاجة مش صح. يعني ما تحطيش مكعب التلج مباشرة على جلدك، لانه ممكن يعمل حروق ويخلي الموضوع يسوء اكتر. انتي هاتي البولة فيها مية عادي من الحنفية وحطي فيها مكعبات التلج، بالتالي هتبقى المية باردة جدا، يعني هي مش فترة ومش متلجة، هي ساقعة قوي. وحطي وشك فيها لمدة 10 ثواني، وبعدين طلعي تنفسي لان وشك كله ومناخيرك هتكون في المية فمش هتعرفي تتنفسي. 10 ثواني وبعد كده تنفسي، وبعدين كرري الموضوع مرة ومرة كمان، يعني 3 مرات كل يوم الصبح. الطريقة دي هتهدي جدا الجلد وهتحسن الحالة بتاعت الاحمرار دي. في تريكاية كمان ممكن تحطي، لما تحطي الكريمات بتاعت وشك في التلاجة
بتيجي تستخدميها بتكون باردة، فبالتالي برضو بتهدي الجلد جامد. طبعا احنا ممنوع اي سكراب للجلد سواء كيميائي او فيزيائي، يعني للوش لجسمك عادي، لكن لوشك بلاش اي نوع سكراب بيقشر الجلد بطريقة كيميائية او فيزيائية اللي هي حبيبات. كيميائية يعني مواد كيميائية بتشيل الطبقة الخارجية للجلد، فيزيائية اللي هي بتكون مواد زي حبيبات تعمل احتكاك للجلد فيقع على الطبقة السطحية. ما بنعملش اي سكراب للجلد، وبنتعامل مع جلدنا دايما بالطبطبة، يعني بنشف وشي كده يعني بالطبطبة، مش بفرك الجلد. كمان الكريمات لما بحطها بالراحة جدا. طيب، ممكن كمان استخدم كريمات للترميم بقى. احنا المشكلة انه اشعة الشمس بتخلي الخلايا الكولاجين اللي في الخلايا يتكسر، وبتخلي الشعيرات الدموية كمان تضعف، فبالتالي تبقى ظاهرة جدا في الجلد. فاحنا عايزين نصلح ده. احنا قلنا هنستخدم سان بلوك علشان نحافظ على اللي باقي بقى من خلايا جلدنا والكولاجين اللي في جلدنا، بس عايزين نصلح بقى الخلايا اللي اتكسرت والكولاجين اللي اتكسر. في كريمات بتبقى فيها سيراميد وهيلورونيك اسيد، كريمات مرطبة. الكريمات دي ايه فايدة، ايه الفرق بين السيراميد والهيلورونيك؟ السيراميد كأنه تخيلي ان هو اسمنت بيلزق خلايا الجلد ببعضها، فبيقوي حاجز البشرة. الهيلورونيك اسيد هو بيحفظ المية والرطوبة في الخلايا، فتحس ان الخلايا ممتلئة، خلايا الجلد ممتلئة. فاستخدمي كريم مرطب فيه الاتنين دول. في كمان سيرام النياسيناميد. ايه الفرق بقى بينهم، بين النياسيناميد والسيراميد؟ النياسيناميد هو كأني انا بقول بديه للخلايا علشان هي تنتج السيراميد بتاعها بشكل طبيعي، يعني بدل ما اديها انا سيراميد من بره اللي هو قلت لكم الاسمنت اللي بيلزق الخلايا ببعض، لا بديها نياسيناميد وهي اللي بتنتج السيراميد بتاعها بشكل طبيعي. طبعا في الاكل بنركز على الحاجات اللي فيها فيتامين سي، لان فيتامين سي بيقوي جدار الشعيرات الدمويه وبيحفز انتاج الكولاجين في الجلد. طبعا معروف الحمضيات، برتقان، ليمون، غنية بفيتامين سي. ممكن كمان الفلفل. يعني الخضار عموما بيبقى فيه فيتامين سي، بس دي اكتر حاجات فيها فيتامين سي. عندكم كمان الخضروات الورقية بيبقى فيها فيتامين كي اللي هو بيساعد على تجلط الدم عشان لو كانت المشكلة من جوه. هو عموما طالما يعني امتى اقلق؟ لو لاحظت ان في بقع، يعني بقع لونها ازرق محمر كده، بقع كبيرة في الجلد، او نزيف من اللثة، او تورم، يعني مش مجرد شعيرات دموية ظاهرة بس تحت الجلد، ده في حاجات تانية معاها زي الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول. في نزيف من اللثة، في تورم في الوش، في بقع كبيرة لونها ازرق. في الحالة دي لازم اروح للدكتور اكشف عشان يتأكد ان عدد الصفائح الدموية كويس مش قليل، وانه فيتامين كي نسبته برضو في الجسم كويسة مش قليلة. طيب ايه كمان ممكن اعمله؟ في كريمات زي كريم اسمه اوكسيميتازولين او بريمونودين. دول كريمات بس اولا يستخدموا باشراف طبي، ثانيا هي علاجية، هي سوري تجميلية مش علاجية. يعني انت لما تحطيها على الجلد لو عندك مناسبة فهي بتقبض الأوعية الدموية، فبالتالي ما تظهرش، ما تبقاش باينة تحت الجلد، بس وانس وقفتي العلاج خلاص هترجع تاني تظهر زي الأول. فهي مجرد تجميلية لو عندك مناسبة مهمة، لكن هي مش علاجية. الحل الأخير بقى لو الموضوع ما تحلش بكل الحاجات اللي احنا قلناها دي، بس هو ان شاء الله يعني هيتحل، جلسات الليزر. الليزر بيقفل الأوعية الدموية دي اللي تحت الجلد، فبالتالي ما بتبقاش باينة، وبتحتاجي من جلسة ل3 جلسات والموضوع بيتحسن جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة.